هو احنا ينفع نوثق قايمة المنقولات؟ وايه العقبات اللي هتقابلنا؟ تعالوا بينا نشوف. تقدم النائب البرلماني محمود عصام بمشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتوثيق قايمة المنقولات في الشهر العقاري زي العقد المشهر، وإن هي تضم كافة البنود اللي اتفق عليها الزوجين بخصوص ما يسمى بعفش الزوجية. إن توثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري يتسبب في زيادة المشاكل بين الأزواج. طب ليه؟ خاصة أن الأزواج في انتظار إلغاء النظر في دعاوى تبديد قائمة المنقولات أمام محكمة الجنح، نتفاجئ بمشروع قانون لتوثيقها. وأوضح أن توثيق قائمة المنقولات يزيد من حالات الطلاق، ويدفع الكثير إلى الامتناع عن كتابة قائمة المنقولات في الأساس. وأضاف أيضا إن قائمة المنقولات وهي عرفية تتسبب في حبس الزوج، فما بالك لو تم توثيقها وبقت رسمية؟ فالمقترح في مجمله عواقبه وخيمة. مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس. جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يستهدف حماية حقوق كل من الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القايمة من منقولات وذهب، وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع لحد من المشكلات الحالية بين الزوجين. في الفترة الأخيرة في جدال كتير قوي على التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة المنقولات تنظيما متوازنا بين طرفي العلاقة يعطي كل منهما حقوقه، لا سيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذي مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها. وأكد أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى دمجها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، فيما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ تنفيذها على وجه السرعة أسوة بالحكم القضائي. تابعونا للاستفادة القانونية والعقارية في قناتكم أحمد فتحي، وشكرا لاستماعكم.